الزمالك وعودة للأمجاد. مصادرنا من جوه النادي الأبيض بتقول إن الإدارة بتدور دلوقتي على مدير فني تقيل صاحب خبرة سنين عشان يرجع الفريق لهيبته من تاني. الخطة واضحة، هم محتاجين حد كبير في السن عنده نفس طويل يقدر يحتوي الشباب الصغيرين اللي طالعين من قطاع الناشئين، وده لأن الزمالك هيعتمد عليهم بشكل كلي السنين الجاية. والموضوع ده له سببين. الأول، أزمة مالية طحنة مخلية ميزانية الصفقات صعبة جدا، والتاني قرار الفيفا بوقف القيد بسبب 7 قضايا، يعني مفيش صفقات جديدة، والحل مفيش غير ولاد النادي. عشان كده الإدارة بتفكر ترجع للزمن الجميل، والاسم الأول على الطاولة هو الألماني أوتو فيستر صاحب ال 88 سنة اللي سبق ودرب الفريق في 99 رغم إنه بعيد عن التدريب من فترة طويلة، وكانت آخر محطاته مع منتخب أفغانستان. ولو أوتو فيستر اعتذر، في كابرال البرازيلي ب 80 سنة خبرة، ومعاه لستة أسماء تانية زي تيو بوكير ورود كرول، كلهم عارفين الزمالك والزمالك عارفهم كويس. القرار ده جه بعد ما الزمالك قفل صفحة البلجيكي يانيك ليريرا اللي ما كملش 3 شهور في منصبه، عشان تبدأ من النهاردة رحلة البحث عن الأب الروحي الجديد.